السلام عليكم يا مساء الفل والورد والياسمين على كل الناس اللي بيشوفونا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد. كحك العيد هنعمله بطريقة امهاتنا وجداتنا. كحك العيد يعني الكحك السخن على اصوله، يعني تقدحي السمنة وتعمليه بطريقة حلوة جدا. تقدري بقى تاكلي منه واحدة اتنين تلاتة، وهقولك ازاي ما يبقاش تقيل ويطلع معاكي حلو جدا. شوفي بقى الجمال والحركات، حاجة كده تحفة جدا. تعالوا مع بعض ان شاء الله نشوف ازاي تعملي شوية الكحك الحلوين دول. دايبين دوب، التسوية بتاعتهم ممتازة من فوق وتحت، ممتازين جدا. معايا هنا 500 جرام من السمنة. كل كيلو دقيق هياخد معاكي 500 جرام من السمنة، يعني السمنة بتكون نص الدقيق. ومعايا كمان معلقة خميرة فورية، معايا حوالي 3 معالق سمسم متحمص وجاهز. ممكن تجيبيه ابيض وتحمصيه انتي على النار، تمام. وكمان معانا هنا معلقتين من السكر العادي اللي هو بتاع التحلية، مش سكر بودرة، لا سكر خشن عادي، تمام. ومعايا ربع كوباية مية. ربع كوباية المية دافية. انا هنا طبعا وريتها لكم، بس يعني ايه نظبط المعايير مع بعض. وبعد كده بدأت هنا حطيت السمنة على النار علشان تقدح زي ما انت شايفة كده، وتحسي ان هي عملت زي دخنة، حاجة بسيطة، تمام. ده بيخلي الكحك يعيش معاكي اطول فترة ممكنة. بدأت قلبت الدقيق مع السمسم، قلبتهم مع بعض حلو جدا زي ما شفنا. وبدأت كده عملت حفرة في النص. وبدأت طبعا اهم حاجة ان انتي تعجني او تعملي السمنة، ما ينفعش في حاجة بلاستيك ولا ينفع في حاجة ألمونيوم، لازم تكون حاجة ستانلس كده، علشان ما يحصلش تفاعل بين السمنة والألمونيوم او الحاجة اللي زي دي والدقيق، تمام. ما تطلعش لون معاكي. وجبت هنا برضو باكو فانيليا. الفانيليا بتدي ريحة حلوة جدا للكحك. يعني وانتي خلاص بقى بتنزلي السمنه كده، على اخر حبه سمنه كده، تبداي تضيفي ورقه فانيليا وتبداي كده تقلبي. اوعي اوعي تحطي ايدك وتحاولي تقلبي بايديكي، لانه لا قدر الله بيبقى سخن جدا. وبرضو وانتي بتنزلي السمنه على الدقيق، تاخدي بالك وشك يكون بعيد وايديك تكون واخده بالك بقدر المستطاع، تمام، لان لسعته صعبه جدا. بعد كده بقى هتبداي. انا طبعا هنا اشتغلت فيه بالمغرفه وكنت بقلبه، يعني كده يعتبر انا بسيته برضو وجهزته، ولكن هو سخن. على ما يبرد بقى ويهدى معايا، جبت هنا الملبن. الكمية اللي عندك ده كان حوالي مثلا ربع كيلو او اكتر من ربع كيلو بشوية، تمام. وبدأت كده حطيت له معلقتين من السمنة. لو عندك زبدة يبقى عز الطلب، انا ما كانش عندي زبدة بصراحة. حطيت له معلقة سمنة او معلقتين من السمنة. وبدأت كده جبت المكسرات بتاعتي وبدأت ضفتها. ما عندكيش مكسرات مفيش مشكلة، انا حاطة هنا عين جمل، انت ممكن تضيفي سمسم، يعني ينفع سمسم حلو جدا. حسيت ان هي ناشفة معايا شوية، ضفت لها نص معلقه سمنه كمان، يعني حطيت لها حوالي معلقتين كده. بس طبعا السمنه كانت سايحه، فهم يعتبروا معلقتين جامدين، تمام. وبدات كده اكوره، يعني ايه على حسب الكحكه اللي انت هتعمليها، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلصت الكميه. وبعد ما خلصتها كان خلاص طبعا الكحك بتاعي بدأ يهدى، تمام. بدأت كده اخد الكحك يعني شوفوا انا عملت الملبن وخلصته وبرده كان سخن، لان احنا يعتبر دخلنا خلاص في الصيف، تمام. هتبدأي تاخدي كده الدقيق، تاخدي اللي هي العجينة بتاعتك، وتبدأي كده ما بين ايديكي، وتبدأي كده ايه، يعني تاخديها. هتاخد معاكي حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة. لو عندك عجان حطيها في العجان من 5 دقايق ل7 دقايق، يعني هتبقى حلوة جدا. بس طبعا مش باللي هو بتاع العجن، لا، اللي هو التاني اللي هو الكف اللي هو بتاع الفرق، تمام. بعد كده جبت معلقتين السكر ومعلقة خميرة واحدة وربع كوباية مية. ليه معلقة خميرة واحدة وليه ما حطيتش بيكنج باودر؟ علشان البيكنج باودر والخميرة الاتنين مع بعض، لو معاكي حد يعني عدد كبير وهتقدري كده تنجزي الكيلو وتخلصيه في وقت قليل، مفيش مشكلة ان انت تضيفي بيكنج باودر وتضيفي الخميرة، تمام. لكن انت هنا انا كنت لوحدي، فكانت معلقة الخميرة حلوة جدا، هخلص الكمية وهتبقى مظبوطة معايا، والكحك بتاعي مش هيعلى معايا والنقشة بتاعته تضيع منه، تمام. بالنسبة للتخمير انا طبعا هنا خمرته، سيبته حوالي نص ساعة، تمام. نص ساعة، ساعة، زي ما تحبي،
تمام. بعد التخمير على ما تخلصي الكيلو، لو انت لوحدك وخلصت الكيلو تمام، هيبقى تمام وممتاز جدا ان انت تبداي في اول صينيتين انت شغاله فيهم. شايفين العجينه كده عجنتها، اخدت معايا ربع كوبايه الميه، وكملت عليها كمان كوبايه الا ربع من الميه. تمام. يعني كيلو دي اخد معايا كوبايه ميه واحده مش اكتر. شفتوا العجينه معايا؟ تبداي بقى تاخدي قطعه من العجينه وتبداي تعمليها زي الكحكه، وتضغطي عليها بصباعك. بمجرد ما تلاقيها ما فيهاش اي تشققات، تعرفي ان هي مظبوطه معاكي وتمام. هنا بقى في حاجه مهمه جدا، لو لقيت العجينه بتاعتي يعني مش متساويه معايا وفيها تشققات، ضيفي حبه ميه صغيرين. ممكن تستبدلي الميه بلبن، ممكن جدا. تمام. بعد كده طبعا دي اللي هي الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الكحك، دي الحاجات بتاعت زمان اللي هي كانت بصمات الكحك اللي كانت على ايام والدتي يعني وكده. وطبعا في اللي هو المنقاش، وفي اللي احنا البصامة اللي طالعة دلوقتي. تمام. ناس كتيرة بتقولك لا انا ما بحبش استخدمها، ما بت يعني ما بتبصمش الكحك كويس، عفوا. لا، هي بتبصم الكحك كويس، بس اهم حاجة ان انت تتكي عليها شوية. تمام. هنبدأ كده. هجيب قطعة من الكحك. اهم حاجة ان الصينية اللي هتحطي فيها الكحك بتاعك ما تكونش مدهونة باي مادة دهنية، ما تدهنش يا جماعة، مش زي البسكوت. تمام. هبدأ كده هجيب قطعة من الملبن وقطعة من العجين، أبدأ أفتحها كده من النص، وأحط قطعة الملبن وأبدأ أقفل عليها، وتبدأي بقى تنقشي. احنا هنا طبعا ستات بيوت، وعادي جدا النقشة اللي تيجي قدامك وعلى حسب ذوقك ودماغك هتشتغلي بيها. فانا مش مهندسة كحك يعني زي الناس التانيين، فاللي كان بيجي معايا بعمله. تمام. وعملت شوية كده كحك. الكحك ده من الحاجات الجميلة جدا اللي واحنا زمان كده واحنا صغيرين، كانت الكحكة كده اللي هي المدورة بتبرميها. اجيبها لكم دلوقتي كمان في مقطع. وكان اللي هو الكحك اللي بالبصامة. تمام. لو عندك البصمات اللي هي اللي بالكحك دي وتطلع، يعني تحطيها كده وتبدأي تطلعيها وتطلع معاكي زي البيضة واللي هي البني اللي قدامك، مفيش مشكلة شغالة. بس انا حبيت انقشهم كده على ايديا. انما التانية بسيطة جدا، هتحطي قطعة العجين وتبدأي كده تضغطيها من ورا هتطلع معاكي. لو موجودة عندك، مش موجودة عندك مفيش مشكلة، اشتغلي بالمنقاش. عندك اللي هي كمان الطباعة الخشب اللي هي بيبقوا 2 أو 3 مع بعض بتاعة المعمول، شغالة معاكي وزي الفل. تبدأي بقى تجيبي خط من النص كده وتبدأي تعمليها 7 في 8 زي ورق الشجر زي ما انت شايفة كده، براحتك جدا. النقشة اللي تريحك اشتغلي عليها. في ناس كتيرة بتحب توزنها. طب انا لو عايزاها مثلا هتعملي مشروع في البيت او حاجة وعايزاها مظبوطة معاكي، المظبوطة معايا انا يعني وزنتها، طلع المقاس اللي مظبوط بيبقى معايا مظبوط حلو جدا، اللي هي 24 جرام او 25 جرام، يعني مش اكتر من كده. تمام. هتعمل معاكي كمية حلوة. تمام. هنا بوريكم بقى ان ايه. بص يا بنات، انا النقشه ايه يعني اي حاجه كده تيجي معايا شغاله. تمام. برضو لو عندك اللي هو السكرابر بتاع الحلويات، هتبداي برضو اللي هو بتاع التورت وكده، تبداي تحطيه على ايديكي كده وتبداي تظبطي الكحكه. تمام. فبالنسبة انا للنقشة بالنسبه لي براحتك برضو خالص، بحب حابة اعمل على تعمليها ايديا، يعني بالبصامة. احب احطها على بس ايديا البصامة وانقشها أهم كده حاجة، بايه، لو العجينة بتحكم في ايدي بتاعتك اكتر مظبوطة بصراحه. وتمام هتطلع معاكي حلوة جدا. حاجة تانية برضو، الشكل ده بيبقى جميل جدا. هبدأ كده زي ما انتوا شايفين، جبت قطعة من العجينة وهبدأ أعملها زي الكحكة. زي ما هتشوفي دلوقتي هعملها زي الكحكة، وهبدأ برضو هنقشها بالمنقاش. تمام. تعمليها زي ما تحبي، وممكن لو حابة تعمليها مثلا عندك شوكة وحابة تعمليها بالشوكة برضو مفيش مشكلة. يعني لو مش موجودة عندك المنقاش، اعمليها بالشوكة بظهرية الشوكة كده هتطلع معاكي. او يعني اتصرفي بقى زي ما تحبي كده، اتصرفي. تمام. لكن هو المنقاش يعني 3 4 جنيه 5 جنيه بالكتير، فحلو جدا، هيطلع معاكي الكحك الجميل ده. انا عن نفسي كان نفسي اعملهم كلهم كده يعني، فبحبه جدا، بحب الشكل ده قوي. برضو عملت منه حشيته بالملبن. تمام. بدأت كده فردت العجينة زي ما هتشوفي كده، هبدأ أفردها بالشكل ده. وهعمل كمان حاجة كده زي اللي هي فرع الشجرة. بدأت اهو بالشكل اللي انت شايفينه، فردتها كده. وبدأت أخدت قطعة من العجوة، بدل ما هي الملبن عفوا، بدل ما هي مدورة عملتها زي طولية. تمام. وبدأت كده ايه هعمل لها زي تجزيعة كده من الشمال،
واليمين، وكمان ممكن تاخديها خط كده في النص تعمليها زي ورقة الشجر. الرسمة اللي انت عايزاها والشكل اللي انت عايزاه دي حاجات، هو اصلا يعني عايزة اقولك هيتغطى بالسكر وهيتاكل يعني. تمام. اهم حاجة في الموضوع هي العجينة نفسها او الكحك نفسه يكون دايب. تعمليه بقى باي شكل هيبقى حلو. انا هنا عملت زي ما قلت لكم كده، هعمل الكحك هعمله نظام حشو. اخدت 2 من الملبن، ضفتهم على بعض وبدأت عملتهم بشكل طولي. تمام. واخدت قطعة عجينة كبيرة كده، هبدأ زي ما انت شايفة كده اقفل عليها. وعلى فكرة الكحك برضو ينفع تعمليه بالعجوة، بس انا حبيت اعمل العجوة. هعمل ان شاء الله نعمل مع بعض قراقيش. تمام. انا كل سنة بعمل فايش وكده، بس حاسه ان هو بيبقى يعني كتير، وانا عندي لا يعني ايه، يا بيتاكل ده يا التاني ما بيتاكلش، فحرام. فقلت هعمل كده تشكيلة مخبوزات عادية. الفايش بيتعمل في اي وقت من اوقات السنة عادي، ما فيش مشكلة. لو انت حابة تشوفي الفايش عاملاه عندي على الصفحة وعلى القناة، حاجة حلوة جدا وجميلة. بس انا كنت عاملاه من فترة قريبة، فمش هعمل بصراحة على العيد. تمام. هبدأ كده برضو. عملت القلب، عملته ازاي؟ عندي قطعات قلب اللي انتوا شايفينها دي اللي على ايديك الشمال. عملت فردت عجينة برضو، قطعت القلب ونقشته. تمام. البصامة اهي طالعة ممتازة جدا، هوريها لك في التصوير وهوريكي صور اللي طالعة بالبصامة حلوة جدا. اهم حاجة عجينتك تكون مظبوطة، هتطلع معاكي متبصمة وتبقى جميلة جدا وسهلة بصراحة يعني. لو انتي ما عندكيش خلق بقى للنقش والحاجات دي، مفيش مشكلة، اعملي بالبصامة وادي مصلحة بسرعة كده. اهم حاجة الطعم طبعا. بعد كده هنبدأ بقى. خلصت كده. على ما خلصت الكمية، كانت دي أول صينية بدأت بيها. زي ما شفتوا كده اختمرت معايا. أنا مش عايزاها تخمر بشكل يعني إن هي تختمر كده وتبقى عالية قوي كده. مش بحب كده. علشان كده ضفت لها معلقة خميرة واحدة. أنا بحب الكحك بتاعي يكون مظبوط وحلو. تمام. أهم حاجة هو اختمر معايا طبعا. قبل التشكيل اختمر معايا من نص ساعة لساعة تقريبا. تمام. فخليته طبعا في العجن بعد التشكيل، ما يعني مخمرتوش قوي بصراحة. اخد معايا مثلا على الوقت اللي انا خلصت فيه. الفرن عندي هنا على 180. تمام. كنت سخنته قبل ما ادخل اللي هي الصواني بحوالي 10 دقايق ربع ساعة. تمام. تشغلي الفرن بتاعك وتيجي على ترفعي الشبكة على اول رف بعد الارضية. لو عندك مروحة شغليها، المروحة تمام جدا. بمجرد ما بياخد لون معاكي هيطلع معاكي تحفة. لو الشواية لقيتيه ما خدش لون معاكي، افتحي الشواية. بس اهم حاجة ما تسيبيش الفرن خالص، تفضلي كده واقفة جنب الفرن بتاعك علشان الكحك بتاعك ما يتحرقش منك وياخد لون مش كويس. اللون ده انا كنت خلصت الساعة 6 الصبح، دي اضاءة الصبح. تمام. فعايزة اوريكم الكحكة، بسم الله ما شاء الله، فوقها وتحتها يعني فوق وتحت لون واحد. تمام. يبقى التسوية المظبوطة اخد معايا من ربع ساعة لتلت ساعة على الرف الاول بعد الصاجة اللي من تحت، على الرف الاول بعد الصاجة اللي من تحت. وكنت مشغلة المروحة. ما عندكيش مروحة، اول ما تحسي ان هو اخد لون من تحت ابداي افتحي الشواية، بس حاجة بسيطة جدا، وتبداي تقلبي كده وتدايري في الصواني بتاعتك. تجيبي اليمين يمين والشمال شمال كل مرة. يعني ايه، تدايري اسمها تدايري الصينيه بتاعتك. تمام. هيطلع معاكي الكحك بتاعك جميل جدا جدا جدا. الكحك تسويته بتكون بالشكل ده، لا هو محروق ولا هو ابيض. انا ما بحبش الكحك اللي لونه ابيض، انا بحبه كده يكون لونه ذهبي وجميل وقمر زي ما انتم شايفين. تمام. بعد كده بقى هتحطيه في الصواني بتاعتك وتسيبيه في الصواني على ما يهدى خالص. يعني انا عايزه اقول لك خلصت الساعه 6، خليته هدي خالص خالص خالص. تمام. وكان برد زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بعد كده هحطه في صينية علشان التقديم. لكن طبعا انا بحفظه في علبة بلاستيك، بحطه في النص كده، يا اما كيس بلاستيك يا اما عندك ورق زبدة، مفيش مشكلة، عندك ورق ابيض شغاله زي الفل. شايفين الكحك؟ بسم الله ما شاء الله. فعايزة اقولك الكحك بتاعك طالما التسوية بتاعته حلوة، هيبدأ بقى تحفظيه عندك وتشيليه. ساعة ما تيجي تقدميه بقى رشي عليه سكر او غرقيه بالسكر كده. والف هنا وشفا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.